يعني انا ليا علقه معروفه في وقتها دي علقه سيف. انا بصيت عقلي مش وجيراننا واصحابنا وكل الناس اللي كانوا بيتضربوا عندنا هنا في البيت كلنا. يا ماما بتحبني اكتر واحد في البيت. ليه بتحب ابنك كبير اكتر مني؟ واقف مصدوم في مرايتي حبايبي. السلام عليكم ورحمه الله. ازيك يا ماما، عامله ايه؟ ازيك يا عمر؟ الفيديو النهارده بيتكلم عن التربيه الحديثه. انا رايي بجد والله، يعني موضوع التربيه الحديثه دي ليها مواضيع كتير قوي ممكن نتكلم فيها، فاحنا ممكن نقسمها على اجزاء او على الاقل على جزئين، بس ممكن النهارده ناخد الموضوع الالذ فيهم وهو موضوع الضرب. انواع الضرب. يا سلام. انواع العذاب، الوان العذاب ممكن نسميه كده. خلصوا عليه. لا انا مش فاهم انتوا بتتكلموا عن ايه بصراحه. فاكر لما لا هو خايف يتضرب. انت زعلي؟ لا خالص. برجوله. برجول. احنا اتكلمنا في مره في الموضوع ده قبل كده وانت زعلتي. هتاخديه فن ولا لا؟ الفن. والله نغير الموضوع؟ لا خالص والله. لا ولا انت مش فخوره بماضيكي؟ انا فخوره جدا طبعا. فخوره؟ ايوه طبعا. نطلع طلع المستور ولا يهمك. طيب نبدا باول ايه الوان الفن اللي كنا بناخدها زمان. ايه يا حازم اكتر حاجه فن ماما عملتها معاك زمان كانت مختلفه؟ اكتر حاجه بتيجي في دماغك؟ انت عايزني اقول موقف ولا اقول نوع حاجه؟ تعالى نبدا بموقف. طب احنا ممكن نبتدي بسيف لان حازم ممكن ياخد الحلقه كلها. عشان ما بينساش مش عشان بيتضرب. لا قول حاجه فن، قول حاجه فن. انا في مره غلطت غلطه عمري واشترينا نضاره جديده. بس انا ما كمل بتاع. لا كمل وماما في الاخر ادته مانجا. فانا النضاره جبتها ومثلا عينتها في الدرج ونسيب بقى، فماما مستني لا قالت لي حب بصل من البلكونه، فانا رحت حطيت وانا اجيب البصل نسيت النضاره مكان. دي كانت الغلطه اللي غلطت فيها ولم يكن اعلم ماذا سيحدث. فماما بتقول لي فين النضاره؟ قلت لها مش عارف. دش معناها ايه؟ عمل بطاطس. كده عملت لك بطاطس كتير بقى. بعد ما تشتتني ودخلت جبت النضاره لقيتها فقلت لها ايه، ودخلت بقى الاوضه حزين سيكا. فماما بقى عملت ايه، دخلت لي المانجا وانا نسيت بقى الضرب ونسيت البطاطس. يعني انت عارف بجد انا نقطه ضعف المانجا. رخيص قوي كده. لا ومانجايه واحده يعني، حتى مش مثلا جابت لي كيلو مانجا. شكل البطاطس كان. طب معلش والله. طب ما في مره هو أكمل. لا اكمل. ماما احنا قسما بالله بنفتكر موضوع للضحك. هتاخديه بجد؟ لا انا هفتكر هفكره موقف تاني بحاجه يا تانية. ماما هنكمل. فاكر لما ضيعتها وما ضربتكش؟ كنا لسه جايبينها وقامت واقعه واحنا راكبين كنا راكبين حنطور وقامت واقعه على الارض واتكسرت وما كلمتوش والله. وانت يا سيف احكي لنا عن موقف مميز حصل معاك. حاجه حصلت. عندي موقفين بصراحه. اتنين. انا كنت بتش عشان خلاص يعني انا كنت بتش في سيزونز. يعني ايه؟ يعني انا ليا علقه معروفه في وقتها دي علقه سيف. امتى بقى؟ الاسبوع اللي قبل الامتحانات كده. ده دايما في علقه قبلها باسبوعين ليله الامتحان. ايوه يعني لما نيجي نراجع وفين الكتاب يا سيف اللي هنراجع فيه؟ ما انتش لاقي الكتاب. ايوه احنا ما كانش على الاسباب، احنا بنتكلم ده الموقف بالنسبه لي ان انا كان في وقت معين. انا كل ترم من كل يوم لازم يكون في علقه كده علشان كل مره بينسى الامتحان انسى الكتاب اوقعه مثلا اكون حاطه على السور وانا ما اعرفش اعمل ايه على السور يعني فيوقع يعني ما اعرفش ايه اللي يوقعه. فانا كان بيكون عندي ايه الشايه جميله قوي يعني دي ثابته. ممكن مثلا في يوم اعمل حاجه واليوم اللي بعده الامتحان ضرب 2 قصدي اتش 2 مالهاش علاقه. دي حاجه ثابته. انا لو هفتكر موقف لطيف حصل معايا في المشى. كانت اول مره كنت عارف عن واحنا صغيرين بقى. عارف انت القصه بتاعت انا ولا انت؟ انا والله مش فاكر. شفت يا ماما جمال عارف انت القصه بتاعت اذا مسك رجلا عصايه تلقى جرب ان تكسرها ستكسر، لكن اذا مسكت بوضعه من العصيان جرب ان تكسرها لن تكسر، فالتوحد قوه. الحاجات توحد قوه. انت فاهم القصه يعني. فانا كنت فاكر فانا جربت وانا صغير لما شفت ما اعرفش ده كان درس قراءه ولا ايه، فجربت اكسر على المشي بصغري ما بتتكسرش. فانا كنت فاكر ان دي لا تكسر. فمره بقى ان ماما علق كده صغننه مع عمر ان ماما بقوه الخمس رجال. والله يا ماما مش فاكر بجد. بس انا اكتر حاجه ايكونيك ممكن اقولها. لا ما تقولهاش شعرك. ما تقولش دي. ده عادي وده عادي. لكن شعرك عملت شعر ما ولعتش فيه مثلا. لا عشان ده عمر في الحته دي سوفت سبوت. لا خالص مش عشان عمر. عندنا حلاق. لا انا بتكلم على الحاجات اللي دمها خفيف المختلفه. انا مش بتكلم على اقصى موقف او اقوى موقف. هي دايما محسسكي بالذنب مع ان قسما بالله العظيم يعني مش مؤثره فيا خالص. مش حاسس انها مؤثره فيا. فاهمه موضوع الشعر؟ ما كنتش بذاكر في المدرسه. هو كان ايه الموقف
موقف فاكره؟ انا فاكر ان انا اتحرق لي شعري. كان ايه بقى السبب؟ ما كنتش بذاكر تقريبا ما كنتش بتذاكر. وكان في حاجه مختلفه برضو وهي الشطه. ان انت لما بتقول تفتن حاجه بره البيت ماما تقوم جايه حاطه لك شطه في بقك. وليه ماما ان انت تفتن بره البيت تطلع اسرار البيت بره. ايوه او ايه اللي بيحصل تيجي بقى؟ من ايه اللي بره بيحصل؟ او هو تيجي ده. من بره تقول تشوف أسرار حاجه من بره. عند حد تيجي تقولها. والله انا لو بقيم الامهات وبقيم التربيات ادي لدي عليكي اوسكار. يما يا نور عينيا الله يخليك ليا. انا عمري في حياتي ما بقى اللي بينا نروح واقسم بالله عند الناس فعلا انت هنا كده ودنك طرشت وبرضه في نفس الوقت انت هنا في بيتنا اي حاجه ما بتتقالش ورا ده. فكره ان انت ما تقولش اسرار الناس اللي بره دي عظيمه قوي صح. الموضوع ده طلع فينا حاجه انا واخد بالنا فينا احنا الثلاثه وما اعتقدش ان هي صدفه ابدا والله. خلتك ما تبقاش انسان فضولي. اعتقد فضولي اللي هو طب هو مش يا عم الحاج ناقصين لمخه في الكلام. خلت الانسان فعلا ما يبقاش فضولي عن احوال الناس اللي بره. يعني انت مهتم بشؤون بيتك بس بجد والله العظيم. فدي حاجه قويه جدا والله. وجد بالشطه. انت عارف اللحظه دي من الصوت اللي بسمعه بسمع صوت عياطك. ايوه يعني انا الشطه بالنسبه لي مربوطه بعياطك ايه ده؟ هو انت لحد دلوقتي لما تاكل شطه بتفتكر حاجه؟ انا كمان. انا كرهت الشطه. انا ما باكلش شطه اصلا. يا عمي خلاص. انا ما سيب بياكل شطه عادي. اي نقطه شطه تلمسني انا برضه عمر موضوع الشط ده انا هقول بس في حاجه هي كانت تجربه شخصيه ليا انا وانا صغيره كده. يعني كان عندي مثلا 10 سنين. ايه ده؟ انت ولا عمل حاجة. فيك الشطه؟ لا الموقف سبب الموقف يعني. مامتي عارف. الله يرحمها كانت حصل مشكله لنا بين جيران. جارتها عشان ماما نقلت كلام. مش انا لا مش انا والله. كانت عندها بنت شغاله بس يعني سنها صغير كان طفله يعني. فسمعت حوار بين جارتي وجوزها وبعدين فجت قالته لي فانا رحت قلته لماما. يعني الامور دي بالظبط يعني قعدوا مقاطعين بعض ما كلموش بعض يمكن 5-6 سنين وانا كنت بحب جارتنا دي جدا. فمن ساعتها والواحد عارف ان اي حد بيسمع حاجه او بيشوف حاجه عند حد ويقولها دي ممكن تعمل مشاكل كبيره وما تتلمش. فعشان كده دي لما تفضل في ذاكرتك والله بجد. وانها حاجه صعبه ان انت لا تشوف تقول حاجه عندنا في البيت تقولها لحد ولا تشوف حاجه من بره تقولها. فكان لازم يعني. ولكن دي من الحاجات فعلا المهمه اللي تقدر تعيش بيها وتورثها لاولادك. فكره ان هو فعلا ما تحكيش بره لجوه. ودي كانت حاجه بصراحه مهمه جدا. هنديكي فيها سقفه ان شاء الله. وانت لا عندي سؤالين. ايه يا حبيبي؟ بجد اول سؤال كانت ايه فكرتك يا ماما يا حبيبتي ان واحد فينا بيتضرب لازم الثلاثه يتلفوا عليهم العصايه؟ هل كنت بتاع عندك فراغ؟ لا انا اعتقد ادرينالين والله. ادرينالين عشان اللي هو ما هي جت هنا بقى وقوه يعني فاهمه. الطاقه جت. اكيد غلطت غلطه السنه اللي فاتت. هتغلط غلطه السنه الجايه. انا النهارده صاحي منه عمر عمل حاجه من الحاجه. ليه انا اصحى من النوم اتضرب؟ ليه؟ كان متراكب علينا انواع من انواع التروما. لا مش تروما ما كبرتش معايا يعني. تروما وانا صغير بس بتهزر كلنا. وهي صوت الباب وهي تعرف ان بس الباب بقى يتفتح في حاجتين. يا ماما نازله فبتجيب ترابيزه المكوى من ورا الباب. يا اما كانت بتحط ورا الباب وبتدعي يا رب تكون دي حقيقه يا رب. يا اما حاجه ثانيه بتجيب العصايه. لا على فكره ده ظلم يعني. اصل هو مش فجاه انت قاعد كده ملاك يا حبيبي يا سلام ما بتعملش اي حاجه فماما خلاص قررت تجيب ماما قررت تضرب عمر. ماما قررت تدش عمر. ايوه انا باجي في رجلين وحازم بيجي في رجليه والله بجد. والله يا ماما عسل والله العظيم اقسم بالله. واقول لك على حاجه انا بسبب اللي انت كنت بتعمليه ده والله العظيم انا اتربى فيها خصله سيئه عمر لحد ما تاخد. لا مش كده. لا خالص والله. بقى عندي قصه اوسي دي عجباني فشخ. هقول لكم السبب. ينفع اقول السبب؟ لا والله بجد. الفكره كلها ان انا بيبقى صعبان عليا. اكيد انتوا ولادي يعني. حتى انا لو بضرب لايا كان الاسباب يعني فبيبقى ايه واحد بيتضرب فقال هو ايه طب ما انا برضو مش عايزه يعني هو لوحده حنان والله حنان الام مدرسه والله مدرسه. والله اول مره اعرف والله. مش هينفع. نسيت بقى كل الضرب اللي غير مستحق. لا انا ما بقولش ان انا صح. انا ما بقولش عامه هو مستحق. انا بقول والله ما انت اكيد غلطت فعلا. بس او هتغلط. لا والله هي الفكره كلها ان انا ببقى صعبان عليا الشخص. وعلى فكره بقى بالامانه اكتر حد اتضرب فعلا هو كان عمري. انا شخصيا ان شاء الله لو ربنا اداني العمر وشفت ولادكم اقسم بالله لا مش هقولها هدلعهم الدلع اللي ملوش حل. لا ضرب ولا عصايه ولا اي واحد فيكم يزعق لابنه ويجي يقول لي يا تيتا كذا ده يبقى يوم
يومك الوانه هتضرب برضه انت. والولد مش هيجرى له حاجه بجد، مش هيجرى له حاجه. وروني بقى التربيه الحديثه، انا هعمل تربيه حديثه مع الجيل الجديد. انا فاكر ان في حاجه ان انت اللي كان معلومه اضافيه يعني ليك في المستقبل لو ناوي تتربى عندنا في البيت. اللي يمسك العصايه بيتضرب. يعني دي حاجه فاكت بجد، اللي هو ايه انت مسكتها طب انا يعني اللي مسك العصايه اصلا كان ليها قوه. كان لها ايوه طبعا. يا جماعه في حاجه هقولها انا حته انت حته يا جدع. انا حاسس ان عرفنا انت ان عمر اتحرر بجد. اللحظه بقى اللي عمر قرر فيها انه تمرد، واللي هو لا، ولما يجي يتضرب انت لو راجل لما تيجي تضرب ارفع ايدك، انت بتلمسها طب خد تاني. فطبعا كنا بنضرب خلاص، هم 6 مثلا 10 ايا كان هتضربهم وخلاص. لا عمر بقى في مره بقى بيمسك العصايه كده، فعرفنا امتى بقى، تاكدنا امتى ان هو تمرد وبقى خلاص ولد. عارفين ثور لما مسك اللي رفع عن المطرقه اقسم بالله مسك العصايه مسك العصايه. اولا هو مسك العصايه هتضرب بيها، لا هو ما خافش ورماها من البلكونه. اوعوا تكونوا فاكرين البلد سايبه، لا البلد فيها حكومه، والحكومه دي هي انا. اقسم بالله انا بضل عقلي مش مستوعبها. واصحابنا وكل الناس اللي كانوا بيضربوا عندنا هنا في البيت كلنا شفنا عمر. اصل هو كان بيذاكر لنا احنا واصحابنا اللي وجيراننا اللي حوالينا وكانوا كلهم بيتضربوا. لا شفنا ساعتها كلنا نظره، بصينا عمر نظره. والله اعتقد ان احنا كلنا كان عمر بجد، احنا كنا نعرف عينيه قدوه، بس كان عمر قدوتنا كلنا فشخ. تحرر اكيد دي من بدايه انا مبوظاني، اكيد انا بقى هنا ابتديت ابوظ صح اعتقد. ده يمسك انا كنت بقى حاجه ثانيه كنت فاكر حازم اللي هيقولها، وان ماما كانت بتعذبنا عذاب نفسي، وهو ايه بقى ان انت عملت كده طب روح هات العصا. ومثلا حازم يكون بيذاكر دراسات مثلا مع هو اصحابه، فماما انا ما بذاكرش، ماما تقول لي روح هات لاخوك العصا. حازم بص لي كده ده تاني بكام يا صاحبي؟ بس انا عايزه اقول لك يعني ان هو اللي بيتكلم ده اقل واحد. ايوه ده ما عشان متدلع، عارفه لو كان اتضرب ما في كفايه ما كانش هيطلع يقول اصل بيبقى. لا يعني يوم مثلا ما بهدلني ووداني طنطا ولففني وخلاني اتخانق في المدرسه ما ضربتش ليه. الغريب في ماما ايه ان الحاجات الاكستريم ما بتضربش فيها، دي غريبه بجد. يعني يوم بس فعلا لما انا ضيعت مثلا يوم كامل مشاوير رايح راجع وصوت وزعيق وبتاع، وكنت ناقص في العمل محدش بينقصر بالدنيا ما اتضربش. ايوه ده حقيقه برضه. انا برضه يوم الايام اللي بعمل فيها مصايب كبيره قوي في المدرسه بالظبط ما بضربش. انا حاسس انا بضرب على الحاجات الصغيره. برضه في عقاب وكان منع النوم، وده لما كبرت ده تعذيب اصلا بيتحسب مثلا في ايه منع النوم؟ في الدول ايوه ايه منع النوم برضه. انا عايز انام وانا قلت ماما طب والله ما انت نايم. ازاي بقى؟ ما هي مش هتسيبك تنام، هي هتروح وراك في كل وقت. انا حياتي كلها نفسي انام ساعه ومستعد قصادها اتنازل والله او اكبر حاجه انا عايز انام. وهي ما رضتش، لدرجه ان انا اقسم بالله فكرت انت بتشوف مثلا منظر الناس بتنام في الشارع مش راضيه، والله انام جنبهم نفسي ساعه. لا بس ما كانش عقاب علشان حاجه معينه، عشان هو كان في المرحله دي ماشي مع لا هي موقف درس. لا يا حبيبي اليوم ده انا كان ماشي مع اصحاب سوق يعني؟ ما كان ماشي مع حد طبعا يعني مش مناسب لشخصيه حازم وعمل فيها لخبطه. اصدقاء سوء كان لا مش هقول اصدقاء سوء يعني، لكن هم كانوا اصدقاء سوء بس كانوا عسل. فالواحد بس كان خايف عليه. فيوميها كان جاي من المدرسه متاخر، يعني المفروض انه بيجي 1 ولا 1:30، فيوميها جاي الساعه 3:30 حاجه كده، وانا ما كنتش عارفه حاجه. وبعدين جاي وعايز ينام. طب انا عايز اعرف انت فين، طب انت ايه، وهو طبعا جاي مدروخ وفاصل. انا بقى من جوايا بس كده تقول كنت بشرب مخدرات، لا والله كنت بلعب كوره. انا بقى كنت قلقان، طب هو ايه، طب هو عامل كده ايه، ففوق عشان اعرف انت في ايه. وسابني ونزل وانا نزلت وراه برضه، انا عايزه اطمن انت فين. لقيته بيلف الشبكه، قلت طب اطلع نام. فيعني كان الموضوع مش ان انا بقى ده مش عشان بعذبه عشان مذاكره او عشان حاجه، لا ده انا قلقانه عليه، وهو كان انا عامه انا ما شفتش بجد والله العظيم زي ماما بصراحه. والله لا انا بتكلم بجد والله. انا ما شفتش اي حاجه. انا بحب المجاملات الاخيره دي. لا والله دي مش مجاملات اخيره. انا ما شفتش اي حاجه اثرت فينا بسبب الموضوع ده بشكل سلبي زي ما الناس بتحكي. يعني انا مثلا في حياتي كل الحاجات اللي بقولها دي انا ما طلعتش مثلا حاسس ان انا مش سوي نفسيا والله، واهلي وما بحبهمش ولا اي حاجه والله. واعتقد ده لانك انت كنت عامله ميزان قوي جدا. بالانس ما بين ده وده. انت كنت ميزان في الحنان قوي قوي بصراحه والله يعني. وده والله مش عشان اي
اي ام حنونه ومش عارف. لا انت كنت ذكيه، انت عارفه الفكره في الذكاء. يعني بحس ان الامهات كلها حنونه، بس الفكره في الام اللي تظهر تدي العلقه وتدي المانجا. ايوه بالظبط، تدي العلقه وتدي المانجا. بس ليه احيانا بنشوف ان في امهات فعلا بتعمل ده، بتضرب مثلا، مش بتضرب اللي هو بتعلمه الدراسه بقى وبتقسو عليه في الدراسه عشان مصلحته وكلام من ده مثلا، او في حاجات معينه، والولد برضه بيطلع فاشل ومش مذاكر وبتاع. على حسب اللي انا كنت بشوفه او الواحد عارفه، يعني ان في امهات اللي هي بتكتفي، انا بشد عليك او بضربك او بقسو عليك، وفي نفس الوقت موديك لمدرس احسن مدرس في العالم، لكن هي مش متابعه نقاط الضعف بتاع المدرس، وهل انت مستوعب ولا مش مستوعب. هي بقى ميزان ولادها في الحته دي، ان انت تنقل او ما تنقلش، او انت متابع، او انت عندك نقطه ضعف، او هو ده هيتقوي. ممكن يبقى درس مش محتاج حاجه. لا بس انت برضه عارف من الحاجات برضه الروشه اللي تتاكد ان ماما يعني تعملش كده كنوع من اللي هو انتقام او زعل او مش عارف ايه، اللي هي بتضربك عشان انت غلطت. الموضوع اللي انت عارف ايه، انت بتضرب عشان ما بتذاكرش. فرضا لا قدر الله ما جبتش مجموعه في اي سنه من السنين الدراسيه، ما بتضربش، بتتحضن وبتتباس ومعلش والمره الجايه تجيب، صح؟ ده انت عشان انا كده عليك، انا كنت زعل عليك، كنت بتضرب عشان ما لا يعني ماما فعلا ما عندهاش حته اللي هو ايه ما جبتش، فتقعد تحسسك انت ازاي غلطان وفاشل وانت مش زي كذا. لا بصراحه لا. فضلك اديني فرصه اشرح لك. خلاص يا فاشل. فاشل يا فاشل. عشان لما تشوف انت عملت اللي عليك، وده في حالتي انا وعمر كان بيحصل، في حالتك لا بصراحه. يعني بتضرب في الرحله، ما بتضربش بعد النتيجه. ده العالم بقى دلوقتي ازاي ومأثره فيك وبتاع، الناس بقى عايزه تحب تعيش دور الضحيه وعايزه تحب تعيش الادوار دي. بس انا شايف انه لا، يعني لازم يبقى في ذكاء وفي بالانس، وده اللي بيطلع حاجه كويسه ويخليك امتى تبقى مسؤول وامتى فاهم. انت عارف يا عمر، انا مش معنى انا اخر حاجه هنتكلم فيها مش بالتربيه، هي بس من اول ما طلعت الكلمه اللطيفه الظريفه، انا مش لاقي شغفي والدنيا باظت. ايوه بصراحه انا مش لاقي شغف حقيقي. هي انا بس مش لاقي فاقد شغف. ايه يا حبيبي اسمها فاقد شغفي؟ طب يا حبيبي فاقد شغف. فمن ساعه ما اول ما لقيت بس فاقد شغف، ما تجريش ان احنا لحد دلوقتي واحنا كبار في السن ده برضه احيانا كده تيجي تقولي الواد ده بس لو خد علقه دلوقتي، صح؟ بصراحه لحد دلوقتي صح؟ والله مين يا ما اكتر حد بيحس ده حالا؟ يعني مين اكتر حد واحنا كبار بتحس الاحساس ده معاه؟ نفسي ياخد علقه كده. ايوه قول مكسوبه من ايه؟ او مش هتضربيني بس. انا فاهم هي عارفه تاثير العلقه، ان هو يعني بيفور علقه شخص اكتر علقه شخص. لا ما اقول لك على حاجه، هو بصراحه انت لا يا حازم حبيبي، الامانه لله، لكن عمر هو بصراحه محتاج علقه جامده جدا. مش بقول لك علقه، وممكن العلقه تجيب معاه نتيجه، والواد ده هو برضه محتاج يتضرب بالجزمه وبرضه مش هيجيب نتيجه. عمر قال لي اضربه خلاص، انت هتضرب بالجزمه. ضرب على وشك. لكن بجد بالامانه اللي محتاج بجد يتروق عمر حسين. الله ينور، الله يبارك فيك والله. انا نكمل نقاش موضوع التربيه الحديثه في فيديو اخر. الحلقه دي عايز اقول لسه حاجه واحده، ان لو رجع بيا، او يعني لو انا كنت قادر على تغيير الماضي فانا مش هغيره عادي، يعني كل الضرب وكل الحاجات دي مش هكون عاوز مثلا اللي هو ايه اي حاجه تتغير. مش بقول لك لو ضرب حتى بالجزمه مفيش فايده. ايوه قصدي يعني فاهم اللي هو ما حدش بقى فاكر لا عادي، لو رجع بيا الزمن هختار ان انا اتربى نفس التربيه. والله شاهد ان احنا بنقول كده مش عشان فيديوهات او حاجه، بس احنا كنا حابين بس ان نظهر في الفيديو انه ايه، انه عادي لو انت كده اهو عادي، يعني خاصه لو انت بتعملي دور الاب ودور الام، فبالتالي لازم تعملي القسوه وتعملي الحنان وتعملي كله مع بعض. فربنا يكون في عونكم، وشكرا ليكم، وشكرا يا ماما، وشكرا يا استاذ.